استاذي الكبير استاذ محمد حسن، شكرا. اللي كان طبعا تعبنا في الترجمه بالامثال بالانجليزي وبالعربي. عايزين النهارده امثال انجليزي وامثال عربي. شكرين يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمد. ان شاء الله ربنا يعيد علينا وعلى حضرتك الايام بخير. عارف حضرتك طبعا الامثال اكيد في عند حضرتك يعني حصيله كبيره من الامثال الصعيديه او الامثال اللي استخدمها الاستاذ محمد تحديدا او اللي بتيجي في باله لما بيحصل موقف. فعايزين كده يعني نسمع حاجه من يعني ايه اكتر مثل انت ممكن بتكرره او بتنصحه للناس. بداية يعني أنا شاكر ليك تواجدك معنا. ده شرف كبير ليا والله. احنا بنستغل برضو منبرك الإعلامي المتعلق ده إن احنا يعني نوصل الحلقة دي لأكثر من أكثر عدد من المشاهدين. وشكرا ليك وكل عام وانتم بخير، انك انت يعني شرفتنا بالزياره الثانيه للديوان يعني. ده شرف كبير ليا واهل العلم وناس يعني. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. بالنسبه للامثال طبعا الامثال دي زي ما قلنا تعتبر هي يعني توارثناها عن الاجداد، وهي حكم يعني اذا اتبعناها برضه بتأدي تعتبر يعني انا بعتبرها تربيه يعني من ضمن التربيه. فانا عشان ادي فرصه لباقي الاخوه والاهل يعني والاحباب انه يتكلموا، أنا عندي مثل بيقول اللي اختشوا ماتوا. اللي اختشوا ماتوا. المثل ده يضرب إمتى؟ يضرب إذا الإنسان يعني